هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه راجل اسمه أبو إسحاق، كان عنده ديك بيحبه وبيهتم بيه جدا. كان الديك بيصحي أبو إسحاق لصلاة الفجر كل يوم، ويمنع اللصوص والحرامية من دخول البيت، وليه منافع كتيرة جدا. قرب العيد وأبو إسحاق ما كانش معاه أي فلوس علشان يشتري خروف العيد يضحي بيه، لأنه كان فقير وحالته على قدها. فكر كتير وبعدين قال لزوجته احنا نذبح الديك وناكل من لحمه. خرج أبو إسحاق للمسجد. حبت الزوجة تمسك الديك، لكن الديك طار للسطح وقعد يتنقل من سطح لسطح وهي بتجري وراه. سألها الجيران ايه السبب انك عايزة تذبحي الديك؟ قالت لهم ان زوجي داء الحال بيه، مش معاه يجيب لحمة العيد. قال الجيران احنا ما نرضاش ان الحال يوصل بأبو إسحاق لكده، والعيد على الأبواب. بعت الجار خروف، وبعت التاني خروفين، وبعت التالت بقرة، لحد ما اتملت الدار. أول ما جه أبو إسحاق استغرب من اللي شافه وسأل إيه ده؟ حكت له زوجته القصة من أولها. حمد أبو إسحاق ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، وفضل الديك عند صديقه يونسه بصياحه كل صباح. وبكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.